هاي بيد رب العالمين، الله أعلم سواء كان الخلل يمي أو يمه. بس أني ما كنت يعني ما حسيت إنه أني بي أي خلل إنه اللي يخليه إنه زواجه ما يتم وياي. المهم وصل السالفة لأهله إنه زواجنا ما تم. بدأت تحاول أمه مشاكل وياي، عادتني أمه وزوجة أخوه صاروا يعادوني حيل إنه على إنه أني بي شي أو هيك يعني مريضة أو هيك. وطبعا أني كان هو يروح للشغل، أبقى أني وحدي بالغرفة. يسوون وياي أشكال المشاكل، إنه يخوفوني بالليل، يسمعوني غير أصوات هيك يعني. وما كنت أحكي والله العظيم ساكتة. أطلع من الغرفة أروح البيت أهلي، أطب للغرفة ألقاها منثورة، الغراض مطشرة. أقول لهم شنو هذا؟ يقولوا لي إحنا ما فتنا للغرفة، هاي الغرفة مسكونة وهيك شي، إنه هم يطبون للغرفة، هم عايشين وياك. أني الحمد لله يعني صايمة ومصلية ومستمرة بصلاتي وأقرأ قرآن. ماكو يعني ما أؤمن بهيك سوالف خلاص. المهم وصلوا السالفة لبيت أهلي إنه يابا بنتكم مريضة أو هيك شي، إنه زواجهم ما تم. بدأوا يعادوني ويا أهلي. أهلي من عرفوا بالخبر إنه أنا صرت بين مشاكل اثنين، ليش ما حكيتي لنا وليش تكتمتي على هذا الوضع سنة ونص. أني كنت مجبورة يعني ما ردت أطلق، حاولت بقدر الإمكان إنه أبقى. قلت بلكي الله إنه تنحل مشكلتي وياه. ما انحلت المشكلة، رفعنا قضية طلاق بالمحكمة. اتطلقت من هذا الشخص. طبعا ما قبلت اخذ لا مقدم ولا مؤخر، حقوقي كلها تنازلت عنها، ما اخذت منه اي شيء، لان بسبب المشاكل اللي صارت بيني وبينه بالفترة الاخيرة بس ردت اتخلص منهم، لان حيل عادوني وسوالي مشاكل، وحتى تمرضت ووصلت بي حالة يعني مأساة. اتطلقت منه. طبعا تعرفون البنية من تتطلق النفسية شوية تتدهور. بقيت كملت دراستي. دخل الحياة شخص ثاني. طبعا من دخل هذا الشخص يعني نور حياتي. حسيت الدنيا حلوة. بديت أعيش من جديد. يعني حبيته وحبني إلى درجة. من حاول هذا الشخص، هو كان جدي وياي، حاول يتقدم لي، إنه هو خرب علي زوجي القديم، إنه على إنه هيك مو زينة مريضة. المهم بعد ما إنه أنا تعلقت بهذا الشخص إلى درجة إنه راح خرب علي ويا هذا الشخص، لدرجة وصلت بعد إنه ما أقدر إنه أني الصدمة الأولى والصدمة الثانية اللي حبيته من كل قلبي. المهم ذاك الشخص من سمع هذا الكلام عني تركني. وهسه إنه أي واحد يتقدم لي يروح إنه يخرب علي، ما يقبل إنه أحد يتزوجني أو إنه يتقدم لي. كانت هاي الأنانية كلها بي، إنه يعني راسلني يقول لي مستحيل إنه أنا أخليش تتهنيني بحياتك أو تتزوجين. عشت مشاكل، إنه مشاكل من مشاكل مستحيل أي شخص بهاي الدنيا يتحمل هاي المشاكل اللي عشتها أني. ورغم يعني حيل إنه أني حيل يعني هواية على عمري هيك إنه ما أتحمل أني مفروض بهذا العمر إنه أنا عايش حياة سعيدة. فهنا المشاكل ما بدت تفارقني نهائيا. هو كان يعني من فات الحياة إنه حياتي تدمرت أولها وآخرها. جاهدت بما فيه الكفاية، كملت دراستي بشكل صعب يعني.
ماكو إنسان إنه يمر بهاي المشاكل. هنا أعاني من مشاكل بس كابرت في سبيل ما أبين لأحد إنه أني مكسورة. كملت دراستي وتخرجت الحمد لله، وهسه حاليا قاعدة ببيت أهلي الحمد لله. ما ناقصني شي، بس إنه اللي مضوجني وقاهرني إنه أي نصيب يجي يتقدم لي يخرب علي، إنه ما يخلي زواجي يتم، أو إنه يقولي مستحيل تعيشين حياة سعيدة. أريد أعرف ليش هاي الأنانية، أني ما أذيته، ما سويت بيه أي شي يجرحه، يعني أني ما كان مني سبب، ليش يتسوى بيه؟ أريد يعني منكم إنه توجهولي أي كلام. ما كان إنه أعتقد أستاهل هيك يسوي بيه، يعني ماكو سبب يخليه يخرب عليه. زين انت تريد تتزوج، روح تتزوج، اني ما لازمتك. اني اتطلقت من عندك وعفت الاول والاخر، لا مقدم لا حقوق، كل شي ما اخذت، وهذا كان سبب مني اني انه تنازلت بالاول والتالي. يعني المفروض انه تسوي لي خير، انه اني هيك وقفت وياك وقفة والعيب كله صار بي اني. الناس يعني ما اعرف انه كلها اخذت عليه نظرة انه هو من الحكي هو واهله اللي يحجوا عليه. ما اعرف يعني شنو احكي شنو اسوي. وهسه بعدني انا صغيرة من عمري 19 سنة انه انا تخلصت منه، ولحد الان هسه صار عمري 24 سنة وهو يخرب علي، ولحد الآن أنا ما قادرة أعيش حياة سعيدة بسببه هو. يعني كاره الدنيا كلها، يعني مرات أكثر أغلب الأوقات إنه أحاول إنه أخلص من هاي الحياة، بس أرجع وأقول إنه أنا مؤمنة والله أكبر من هذا الشي، والله اللي ياخذ حق المظلوم، وحسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى